لا مؤاخذه يا علي بيه، انا افتكرتك الاستاذ صلاح. لحظه واحده هريدي، تعال. اي حاجه ممكن اقدر اعملها؟ لا ابدا يا فندم، بس انا كنت عاوز اخد راي الاستاذ صلاح في مساله كده، وحضرتك اصلك يعني يا هريدي، يا هريدي، حضرتي يبقى رئيس مجلس اداره الشركه دي، ورأيي اللي لازم يتاخد لازم يكون رأيي أنا. أيوة يا فندم، بس المسألة بسيطة مش مستاهلة. أنا اللي أحدد إيه اللي يستاهل وإيه اللي ما يستاهلش. إيه الحكاية؟ الحكاية يا فندم إن الأستاذ عزيز تركي اتصل بيا بيسأل هيعمل إيه في إعلانات الفنكوش اللي اتصورت إمبارح. يا هريدي، يا هريدي، إحنا المفروض بنعمل إيه بالإعلانات اللي بنصورها؟ مش بنعرضها. ايوه يا فندم، بس الاستاذ صلاح ما جابليش سيره خالص عن اعلانات الفنكوش دي. يبقى اكيد نسي. الحمد لله، الحمد لله اني انا موجود علشان افتيك بالراي في الموضوع الهام ده. هو حضرتك عندك فكره عن اعلانات الفنكوش دي؟ فنكوش طبعا. انت فكرك الاستاذ صلاح ده ممكن يعمل اي حاجه من غير ما ياخد رايي؟ يا هريدي، صلاح من غيري ما يقدرش يعمل حاجه خالص. هو عادة يا فندم الأستاذ صلاح بيبدأ بالتلفزيون، بيغرق الدنيا إعلانات تلفزيون، وطبعا عشان يحرك المسائل. انسى الأستاذ صلاح خالص. الحملة دي هتتم بطريقتي أنا، بطريقتي الخاصة. اكتب عنك. أيوة يا فندم. من الأحسن إننا نبتدي بإعلانات التلفزيون، نغرق الدنيا إعلانات تلفزيون علشان نحرك المسائل شوية. خلاص يا فندم، أنا هتصل بالتلفزيون حالا دلوقتي. عفارم عليك، عايزك تختار أحسن الأوقات. إعلانات الفنكوش لازم تطص الناس صبح وظهر وليل، وحتى بعد ما يناموا لازم مصر كلها تعرف إن فنكوش وصل. حالا يا فندم، حالا. مش عارف الشركة دي من غيري أنا كانت هتمشي ازاي. الفنكوش ده يطلع ايه؟ 425 جنيه تحريات. تحريات عن ايه يا انسه ميسة؟ عن صلاح فؤاد وعن الشركة اللي بتنتج الفنكوش. يبقى عرفتي مكان صلاح؟ لا. يبقى قطعا عرفتي مكان الشركة؟ لا. يبقى عرفتي الفنكوش ده ب100% يطلع ايه؟ لا. امال غرمت الوكالة 425 جنيه على ايه؟ انسه ميسة، يا انسه ميسة، انا سبق وقلت لك قبل كده 100 مرة مالكيش دعوة بحكاية صلاح فؤاد ده خالص. لكن يا استاذ حسن، زيزي ركة اكدت لي ان صلاح فؤاد لسه ما اتفقش على حملة دعاية الفنكوش، وانها اكبر حملة دعاية في تاريخ الاعلانات كلها. وفي نفس اليوم صلاح فؤاد اختفى. ده بقى معناه ان في اكيد حاجة غلط حصلت. امال الاعلانات اللي مالية التلفزيون دي النهارده تبقى ايه؟ ما هو ده بيأكد كلامي اكتر واكتر. جايز صلاح فؤاد يكون بيحاول يجر رجل الشركة عشان تتفق معاه، وجايز تكون الشركة عايزة تعرف هو يقدر يعمل ايه قبل ما تمضي معاه العقد. لكن اللي اكيد بقى ان الحكاية بظبطت منه خالص، لدرجة ان مفيش حد عارف ايه هو الفنكوش ده ولا بيستخدم في ايه، وعشان كده بقى طفش. هنا بقى فرصتنا عشان نخش بكل تقلنا وناخد منه حملة الدعاية للوكالة عندنا. خلاص يا انسه ميسة، انا همشي معاكي للاخر، بس عارفه لو الحكايه دي ما نفعتش لازم تعملي ايه؟ عارفة يا استاذ حسن. تعملي ايه؟ هدور على وظيفة تانية. يا سلام، يا سلام على الحياة الهادية الجميلة. اهو كده لازم الانسان يرجع للبدائية علشان ينسى كل مشاكله، وعلشان ينسى الدنيا كلها. مش كده ولا ايه يا صلاح؟ صح يا علي، بس احنا هنا طولنا قوي. بتهيألي اسبوعين كفايه قوي بعيد عن المكتب. ما تخافش، قلت لك ما تخافش على المكتب. انا رحت المكتب ووضبت كل حاجة. ده لولايا يا صلاح، لولايا كان هيحصل بلاوي. بلاوي؟ انت بتتكلم عن ايه يا علي؟ ما تخافش يا صلاح، انا مش هقول لحد ان انت نسيت. يلا بلا يسوى يا اخي. ايه هو اللي انا نسيته؟ يعني نسيت تدي اوامرك بخصوص اعلانات الفنكوش. ولولا حسن ادارتي وان انا ما بتفوتنيش لا كبيره ولا صغيره، كان زمان اعلانات الفنكوش
محبوسة في العلب بدل ما هي مغرقة الدنيا. اعلانات الفنكوش مغرقه الدنيا. طبعا، والبركة فيا أنا. طب تسمح يا علي بمنتهى الهدوء ومن غير ما تنزعج تقوم تلم معايا كل الحاجات دي؟ ليه؟ لازم نرجع مصر حالا يا علي. ليه يا صلاح؟ من غير ليه؟ لا بقى، لا، أنا كرئيس مجلس إدارة الشركة لازم أعرف كل حاجة. أنا لازم أعرف إيه اللي حصل، هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا علي ان مفيش حاجه اسمها فنكوش. إيه؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجه اسمها فنكوش يا علي. إذا كنت أنت اللي صورت الإعلانات بنفسك. انا عملت كده اي كلام يا علي علشان اسكت زيزو روكا. علشان تسكت زيزي روكا؟ ايوه يا علي، يعني مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجه اسمها فنكوش يا علي. عبد العال، لم معانا يا عبد العال، لازم نرجع مصر حالا يا عبد العال. مين دول؟ ده علي بيه والاستاذ صلاح. بتقولي مين؟ علي بيه والاستاذ صلاح. افتكرتك بتقولي علي بيه والاستاذ صلاح. يا دي مصيبة، يا دي مصيبة، يا دي مصيبة. شايف يا صلاح؟ شايف المصايب؟ تلغرافات وجوابات من مليون حتة ومن مليون محل، غير التليفونات اللي ما بتونش. كلهم عايزين الفنكوش يا صلاح. كلهم عايزين الفنكوش. احنا بقى حاجة ملهاش وجود يا صلاح، بقى حاجة ملهاش وجود. خلاص، شركة اوسكار للدعايات خرب بيتها. المركب غرقت يا صلاح. اهدى يا علي، اهدى وسيبنا فضل. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا صلاح؟ والدي هيقتلني. ابوك الله يرحمه مات يا علي. لا، برضه هيقتلني. انت ما تعرفوش يا صلاح، ما تعرفوش. اعمل ايه؟ انا لازم انتحر. انت هتفضل قاعد كده؟ طب ما تعمل حاجه. هريدي، ايوه يا استاذ. تعالى لي دقيقه واحده. حاضر. صح، صح مظبوط يا صلاح. هريدي هو المسؤول عن كل حاجه. هنقول انه عمل كل حاجه وان احنا ما عندناش اي فكره. صح يا صلاح. انا هقف معاك يا صلاح ضد هريدي. هنبقى احنا الاثنين ضد هريدي. مين يعني هيصدقه وهيكذبنا احنا؟ ايوه يا استاذ صلاح. هريدي حبيبي تعالى. شوف الاستاذ صلاح عايز ايه. ايوه يا استاذ صلاح. عايزك تتصل بالاستوديو، قول لي يا عزيز الترك اللي احنا عايزين نصور 20 اعلان جديد للفنكوش ما بين النهارده وبكره. ايه اعلانات تاني؟ استنى بسرعه يا هريدي يلا. بسرعه. انت جننت، انت اكيد اتجننت. انت ناسي ان مفيش حاجه اسمها فنكوش. يبقى نخلق الفنكوش يا علي. ايه؟ شوف يا علي، الجوابات دي فيها طلبات بحوالي اكتر من نص مليون جنيه، كلهم طالبين الفنكوش. يبقى العدل بيقول ان احنا لازم نديهم الفنكوش يا علي. مش فاهم. اي شركه كبيره لازم تنتهز فرصه زي دي، انها تعمل سلعه يبقى عليها طلبات وتحقق منها ربح قبل ما تنتجها اساسا. المهم نقول لهم الفنكوش ده يطلع ايه. طيب الفنكوش ده يطلع ايه؟ يطلع زي ما يطلع، المهم يبقى اسمه فنكوش. ايوه بس احنا هنجيبه من فين يعني؟ نخترعه يا علي. فكرك نقدر؟ وليه لا؟ كده غلط، لا غلط كده صح. انت كده بتفكر بتفكر بالشقلوب كده، لان انت كده اكنك بتحط العربيه قدام الحصان. عاده الواحد بيعمل السلعه وبعدين بيعمل لها الدعايه، مش بالعكس. انت بقى يا علي ما شاء الله اخترعت اسلوب جديد في الدعايه. حقيقي؟ طبعا يا علي، وده احسن دليل على قوه وتاثير الدعايه. انك تقدر تبيع سلعه اساسا ملهاش وجود النهارده هيبقى ليها وجود لمجرد نجاحك في حملتك الدعائيه ليها ايام ما كانش ليها وجود. فاهم؟ لا، ومش عايز افهم بقى. خلاص يا علي، خلاص اللي حصل هنعمل ايه؟ ولا هتخرب بيتنا وبيت الشركه ونروح في داهيه كلنا؟ والمركب تغرق. والمركب تغرق واحنا معاها. طب والعمل؟ سيبنا نتصرف. ايوه يا استاذ صلاح. عايز 5000 جنيه من الخزنه، كل 1000 لوحديهم. اسمع، عايز كمان عنوان الدكتور عبد الجواد ايوب. حاضر. ايه؟ الدكتور ايوب؟ هو ده الوحيد يا علي اللي يقدر يخترع لنا الفنكوش. ايوه بس ده انسان مزعج. انت ليه اخترت ده بالذات؟ لانه عبقري وما عندوش شغل و100% محتاج فلوس.
مش هتقدر تشتريه بالفلوس. مش هتقدر، لانه ده من النوع اللي عنده مبادئ، ووالد الله يرحمه كان بيقول اللي ما تقدرش تشتريه ما تقدرش تثق فيه. يا سلام يا علي، انا دلوقتي بس عرفت انت بتثق فيا قد ايه.